هلا حساوي لقمة قدامكم وورجيكم استواء الشيش. شوفوا ما شاء الله رايح نيفا ومن جوا جوسي وبياخد العقل. حتى البصل شايفين كيف دايب ذوبان. شوفولي على هالمنظر اللي بيغوب القلب. الله يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين بالدنيا كلها. اليوم رح نعمل مع بعض اطيب شيش على كيفكم، يعني شي على العالم، بطريقة سهلة ومميزة وان شاء الله رح تعجبكم. خليكم معي لنشوف المكونات وطريقة التحضير مع بعض. هلا اول شي حبايب قلبي عندي كيلو من الدجاج، انا ما اخدت من الصدر، اخدت من الورك، بيقولوا له كمان الكستليتا. بتجي كتير طيبة بالشيش، يعني ما بتجي ناشفة، بتجي منغنغة من برا ومن جوا. وقطعتهم بهذا الشكل. وهلا بدي اضيف عليهم البهارات حبايب قلبي: معلقة كبيرة من دبس الفليفلة، معلقة كبيرة من الثوم المهروس ناعم، نص معلقة صغيرة من الهيل المطحون كمان ناعم، وعندي معلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، ومعلقة صغيرة من الكاري، وربع معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، وعندي هون نص معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من البابريكا حادة أو حلوة حسب رغبتكم، وعندي 3/4 المعلقة من الملح، كمان الملح حسب رغبتكم. هلا بدي نزل كل البهارات على الدجاج. وهلا بدي نزل ربع كاسة شاي من الخل الأبيض أو أي خل متوفر عندكم، ونص كاسة شاي من زيت الزيتون، كمان ربع كاسة من الليمون المعصور تازة، نص كاسة كبيرة من لبن الزبادي. وآخر شي اختياري بحط معلقة كبيرة من الصويا صوص، بيعطي نكهة كتير طيبة للدجاج. وهلا بدي تبلهم كتير منيح مع بعض. هلا انا تبلتهم، الريحة بتغوب القلب يا جماعة. وهلا بدي غلفهم كتير منيح بنايلون المطبخ وحطهم بالبراد ليلة كاملة. هلا بدي احطهم بالبراد. طبعا اذا بدكم تاكلوا شيش على العالم لازم تتبلوه، يعني اقل شي مثل ما قلت لكم 6 ساعات، بس اذا مستعجلين فيكم تتبلوه وتشتغلوا فيه فورا. وهلا بعد ما نقعتهم ليلة كاملة هلا بدي شكهم بالسياخ الخشب، وعندي هون ربع كيلو من الدهنة تعطي طعمة لا يعلى عليها مع الشيش. عندي هون بصل صغير وكمان بندورة صغيرة. هلا أول شي بدي أحط رشة فلفل أسود للدهنة، بس ما بدي أي شي تاني. وهدول السياخ الخشب أنا نقعتهم تقريبا ربع ساعة بالمي مشان ما يحترقوا معنا بالفرن. هلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش. أول شي بدي أحط بصلة، بعدين قطع الدهنة، بعدين شيش. يا سلام الريحة تبع الشيش بتاخد العقل. هلا بحط بندوراية، كمان قطعة شيش، قطعة دهنة، كمان بصلة، واخر شي حبة بندورة. وهيك صار جاهز عندي السيخ لحطه بصينية الفرن. نفس الطريقة بنكمل الباقي. وهلأ بدي ضيف البقدونس، طبعا مفروم مغسول كتير منيح، ورشة ملح. هلا بكملهم كلياتهم وبرجع لكم. وهيك خلصت شك كل السياخ. هلا بدي احطها بالفرن على درجة حرارة 200. الفرن لازم يكون شغال من فوق ومن تحت. وهلا لبين ما تخلص صينيتنا اللي بالفرن بدي جهز سلطة البيواز. عندي هون بصلة كبيرة مقطعتها جوانح، ومعلقة كبيرة مقوبعة من السماق، واخر شي بدي احط دبس الرمان. كتروا دبس رمان كتير طيب معه. وهلا بدي تبلهم كتير منيح مع بعض. هيك صارت جاهزة عنا أطيب سلطة بيواز. شوفوا لي المنظر من قلب الفرن، ولي على قلبي الريحة عبت البناية. هلا بعد ما تشمعوا شوي بدي اقلبهم على الطرف الثاني. وهلا قبل ما يستووا ب10 دقايق بدي احط لهم فحمة مشان ياخدوا نكهة وريحة الفحم. هلا بحط على الفحمة زبدة أو زيت فيه ومسكر الفرن فورا. وهلا بدنا نشكله صحن التقديم. هلا أنا هون حطيت رغيف مشروح بدي احط عليه سلطة البيواز. هلا بفردهم كتير منيح بهذا الشكل.
هيك صار جاهز عنا. وهيك طلعت صينيتنا من الفرن، ما شاء الله الريحة بتغوي بالقلب يا جماعة. وهلأ بشوفكن بمرحلة التقديم. وهيك خلص عنا أطيب شيش بالعالم، والله يا جماعة حرفيا بياخد العقل، يعني كأنه شاوينه على منقل الشوي. شوفولي على هالمنظر الملوكي، شايفين كيف مرستة ومشكلة صغير شكل. وإذا عجبتكن وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعواتكن الحلوة ولايكاتكن، تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. بحبكن كتير يا أحلى متابعين.